ايوه تمام كده. يوه أنا خلاص تعبت. معلش يا غريب، عشان خاطري فاضل حاجات بسيطه قوي. طالما حاجات بسيطة يبقى عناية ليك يا عروس. الله يخليك. انا عايزاك تغسل السجاد سهلة. وتلمع النجف عيني. وتنظف الحيطان خدامك. وتزعق في السقف احلمي. وترص الكراسي انت تأمري. وتغسل الصواني. ما كفاية. وتبل الشربات. اهدي. وهتعمل المواعين. وبعدين وتغسل الغسيل. ليه؟ وتطبق الهدوم. ليه؟ وتطبق الهدوم اللي جوه الدولاب. وايه علاقة الدولاب بالخطوبة؟ عشان خاطري يا غريب. طالما عشان خاطرك ماشي. ماشي. عينيا ليك. صحي. ايه ده؟ صحي. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ صباح الفل، بنجهز لخطوبة بنتنا، عقبال عندكم. بنتكم؟ مبروك يا بنتهم يا بنت البواب. بس عموما اعملوا حسابكم بقى ان الصوت لو عدى 8 ديسيبل هعمل لكم محضر ازعاج. حقي. قولوا اللي قلت لك عليه. من فضلك يا وسيم بيه، عايزين ناخد حتة من الجزء بتاعك لأن الجزء بتاعنا مش هيكفي المعازيم. اسف، قعدوهم على السلم. حقي. قول له العرض. هنأجر منك وهنديك في الليلة 8 ليلتين. ما بأجرش الأغراب. حقي. قول له جملة الاستعطاف اللي أنا حفظتها لك. يا أخي الجيران لبعضيها. إيه ده إيه ده؟ بمسكنة. يا أخي الجيران لبعضيها. بسهوكة. يخدمنا النهاردة نخدمك بكرة، واعتبر بنتنا زي أختك. آسف، اللي عايز مني حاجة يطلبها مني وش في وش، ساعتها أعرف إن هو بيحترمني ويمكن أوافق على طلبه. حقي. تمام. اوعى يا غريب كده. ممكن لو سمحت يا وسيم تأجر الحتة بتاعتك لينا عشان الحتة بتاعتنا مش مكفية؟ بمسكني. الجيران لبعضيها، ولو سمحت يعني بسهوك. اللي يخدمنا النهاردة ممكن نخدمه بكرة، واعتبرني زي أختك. حاولي تجيبيه كده. لو سمحت يا وسيم عشان خاطري، كأني أختك الصغيرة. آسف، مش موافق، بس حبيت أسمعها منك. حقي. يلا اطلعوا بره بقى عشان عايز أنام. ماشي يا وسيم، ما يجيبك إلا الموز يا قرد. ها جاهز يا معزو؟ ان شاء الله جاهز يا مستر نعمان، بس اتمنى تكون التجربه يعني ما فيهاش ضرب ولا تعذيب ولا عشان انا جسمي مش مستحمل والنبي. لا خلاص بقى، ما دي بنميزك اهو. دي تجربه السنسور الذكي. عايز اقول لك ان صاحب المصنع ده صاحب حبيبي يعني. عايزين نظبطه. هو منزل الموضوع بسعر مغري 550 جنيه. حلو السعر طبعا، بس هو يعني السنسور الذكي ده اللي هو بتاع الباركنج اللي برجع بيزمر قبل ما اخبط. بس هو ده بالظبط. احنا قاعدين ليه في عربيتي؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ ما هو متركب في عربيتك. في عربيتي انا؟ طب ما العربيه هتخبط كده. امال ايه لازمه السنسور؟ ما هو هيزمر قبل ما تخبط. حاضر يا مستر نعمان. جاهز يا ابني؟ تمام يا ريس. حاضر اللي تشوف. انا مش عايز حاضر، انا عايز درجات. هو ليه بيقفش فجاه؟ انا مش فاهم. استنى نفتح الفيديو. ودلوقتي هنعمل تجربه السنسور الذكي. ايه ده؟ السنسور ما زمرش. ادي مرشدين الاول. امال هي رجعت ازاي لورا يا غبي؟ ما انا اكيد مدي مرشدين يا سعدون، هو ايه الغباء ده؟ طيب ارجع مره كمان، بس المره دي ركز بقى. ما زمرش برضه. ما هو يمكن شايف ان لسه فيها حته. هو سايس يا ابني، سنسور. انت اكيد. بس انا عرفت انت عملت ايه غلط. عملت ايه غلط؟ ما عملتش حركه الركن. ايه حركه الركن دي؟ لكن تعرف تسكت؟ اهو يا سيدي، اهو يا سيدي. ما زمرش. هيضرب امتى سنسور صاحب نعمان ده؟ لما الاسعاف يجي؟ لا ما هو العيب مش منه، العيب منك. ليه بقى؟ عشان انت المره دي نتجتها بسرعه، فالسنسور ما لحقش يسنس. السنسور ما لحقش يسنس؟ بس يا سعدون النبي. الاكسدام اتخبط تاني. انا هوصي برفض العينه دي وهديهم اصفار. مش هينفع، بيقول لك صاحب الانديه. بص احنا نقول ايه بقى؟ احنا نقول قيمه مقابل سعر عشان بس تتبلع. قيمه ايه يا سعدون؟ ده قله قيمه اللي احنا بنعمله ده. يا لهوي بالي، الازاز مقفول. افتح الازاز واركب.
انت بتطبل السنسور، السنسور ده قريبك يعني. بطبل لنعمان، ده حرام يترمي 550 جنيه كده على الارض. والاكسدام اللي ب 11000 جنيه ده مش حرام يترمي في الارض؟ ما زمرش العربيه اتدمرت يا سعدوك. اقول لك السنسور ده في حاجه بايظه، انزل شوف. ماشي هنزل اشوفه لك انا، بس عشان اثبت لك ان السنسور ده نضيف انا هشوفه. ماشي ايوه يلا. واقف ايوه باصص على السنسور كويس. ايوه تعالى لي. تعالى زمر. لا